السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناتكم وصفات سعد. كنتمنى تكونوا بالف خير. عواشركم مبروكه. ولا كنتو مازال ما حضرتوش الشباكيه، اليوم ان شاء الله جبت لك الشباكيه معلكه على حقه وطريقه، واهم حاجه انها بطريقه جد مبسطه وغادي تحضريها بوحدك بلا عوين. لا بلا عوين، غتحضريها بوحدك في نهارها غادي تحضريها. نتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء والعائله ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. وبلا ما نطول عليكم كنقول لكم احبكم في الله، الله يحفظكم ليا والله يفرحكم كاملين ويسر لكم جميع اموركم. تابعوا معايا الفيديو الى الاخير لانه مليء بالاسرار. وبلا ما نطول عليكم ويلا نبدا على بركه الله. بسم الله على بركة الله. اول حاجه غادي نحضروا الشباكيه ديال اليوم في الخلاط، سهله وبسيطه. اول حاجه غادي نحتاجوا 2 كؤوس ديال الماء الزهر. الكميه اللي غنحضروا 2 كيلو ديال الشباكيه او 2 كيلو ديال الدقيق. غادي نحتاجوا كذلك نصف كاس من الخل الابيض او الاحمر اللي بغيتم. نحتاج 2 حبات ديال اصفر البيض، غنستعملوا غير اصفر البيض. الدور ديال هذا الاصفر البيض كيعطينا الشباكيه تكون معلكه، كيعطينا التعليكه. هنا غادي نحتاجو 2 كؤوس من الزبده اللي ذوبتها، الزبده نوازيط كنخليها كطبخ حتى كتصبح اللون ديالها بني مفتوح ماشي مغلق. وضفت كذلك 2 كيسان ديال الزيت. عندي 2 ضامات ديال الزعفران الحر، اللي عندها الزعفران الحر ضيفو احسن، ما عندكش ضيفي هاد ضامات الزعفران الحر. 2 ضامات زعفران الحر. غادي نخلي لكم في تحت اسفل الفيديو صندوق الوصف المكونات بالغرام، واللي بغات تصيب كيلو راه تقسمهم على 2. هنا ضفت المسكه الحره، وضفت كذلك النافع وحبه حلاوه، 2 معالق من كل حاجه، و2 معالق كبار ديال القرفه او الدرسين. هنا عندي زلافه او 2 كيسان ديال اللوز، غير صهدتو هكا وطحنتو بالقشور ديالو. عندي كذلك 2 كيسان ديال الزنجلان كذلك محمر ومطحون مزيان. وحاولوا انكم تطحنوه وتغربلوه هو واللوز باش ما يقطعش لكم العجينه. نيلوه مزيان وغربلوه مزيان باش ملي تعجنوا العجينه ديالكم وتكونوا كتحضروا فيها ما تقطعش لكم، ضروري انكم تغربلوه. انا هاد المكونات كنديها كلها كنطحنها مزيان. وهنايا في واحد القصريه حطيت 2 كيلو ديال الدقيق الفورس او الدقيق الابيض اللي خاص بالحلويات. ضفت كذلك واحد الملعقه صغيره جدا ديال الملح، وهنايا ماشي ملعقه ممتلئه، فقط غير واحد شويه. وضفت 2 خمارات ديال الحلوى او البيكينغ باودر. كل كيس كيوزن 8 غرام، في المجموع 16 غرام. هنا ما غاديش نضيفوا خميره الخبز، ضيفوا غير خميره الحلوى فقط باش تشبكوا الشباكيه ديالكم على خاطرها ما تخسر لكم ما حتى شي حاجه. ودابا راه شويه بدا كيسخن الحال، دونك ما غاديش نحتاجوا الخميره ديال الخبز نهائيا، غادي نضيفوا غير خميره الحلوى او البيكينغ باودر. هنا الخليط اللي خلطت فيه المكونات اللي خلطت في الخلاط كلها غادي نضيفها لهذا العجين، وغنبدا كنبسس داك العجينه ديالي بهاد المكونات اللي طحنت في الخلاط. بالنسبه للخلاط راهو كيسهل عليا الطريقه ديال التحضير، يعني كتحضرها بسرعه، ما كتحتاجيش تبقاي ديري كل حاجه بحاجه، غير كتطحنيه مزيان بسرعه وكنخلطوا به الدقيق ديالنا. من بعد كنبقى كنضيف الماء تدريجيا. هنا الماء كيبقى على حسب نوعيه الدقيق والامتصاص ديالو للسوائل. انا غادي نقول لكم شحال خدات ليا ديال الماء، ولكن نتوما كيبقى لكم تقريبي. هنا من بعد ما بسستها كيف شفتوا معايا، خديت داك الخلاط ضفت له واحد الكاس ديال الماء وشللته وضفتو للعجين. وغادي نضيف كذلك كميه اخرى ديال الماء. انا خدات ليا 3 كؤوس ديال الماء، نتوما تقدر لكم تاخذ لكم 3، تقدر تاخذ اقل او اكثر. المهم انكم تضيفوا الماء تدريجيا حتى تحصلوا على عجين شويه قاصحه، ما تضيفوه ما تعجنوش العجينه ديالكم مطلوقه. العجينه ديال الشباكيه واخا تبدا كتبان لكم هكا كتفرتت ما تخافوش منها، غير دلكوها وجمعوها راه غتجمع لكم، لان ما تخافوش منها. ما حد كنتي كتخدميها هكا وهي كتجمع، واخا هي شويه قاصحه وكتفرتت ما تخافوش منها. اذا هنا من بعد ما عجنت العجينه ديالي كيف شفتوا معايا، والعجينه ديوما راه بلا دلك، يعني كنخدموها بواحد الطريقه باش كتدلك لينا بلا ما كنبقاو ندلكو ونعاودوا لان هي قاصحه. هنايا غادي نقسمها الى قطع بهذا الشكل، وكي شفتوا معايا العجينه راه قاصحه. كنغطي عليها دائما بلاستيك غذائي باش ما تنشفش ليا العجين. بعد ما غادي نقطعها هكا كلها غادي نقسمها. غنبدا كنبسطها بالدلاك على هذه الطريقه ونخدمها على طريقه العجين المورق.
كيف شفتوا معايا كنتنيها بهذا الشكل ونعاود نتنيها ونحطها وسط بلاستيك غذائي. دائما كنبسطها بهذا الشكل مزيان وكنعاود نتنيها وكنحطها. هذه الطريقه هي اللي كتغنينا على اننا ندلكوا العجينه ديالنا، كتدلك راسها براسها بهذه الطريقه. كنحطهم في واحد البلاستيك غذائي وغنخليهم يرتاحوا تقريبا واحد نصف ساعه. كل ما ارتاحوا كتجي العجينه كتعطيكم الطوع، تقدروا انكم تبسطوها كيف ما بغيتوا. بعد ما غادي تمر واحد نصف ساعه ترتاحت عندي العجين. هنا غادي نبداو كنشكلو في الشباكيه ديالنا. كنجيب واحد القطعه ديال العجين وكنبسطها بهذا الشكل. اللي عندها الوراقه تخدم بالوراقه، واللي ما عندهاش الوراقه غادي نخدم معاها غير بالدلاك. غادي تحضري الشباكيه ديالك وغير بوحدك كيف قلت لك بلا عوين ان شاء الله. غادي تجلسي هكا دقه دقه حتى كتكمليها كلها. واللي بغات تخدم يعني الشباكيه غير كيلو، راه غادي نخلي لكم كذلك اسفل الفيديو صندوق الوصف المقادير ديال كيلو وديال كذلك ديال 2 كيلو. وايضا غنخلي لكم حتى روابط ديال الشباكيه اللي حضرت معكم من قبل ديال كيلو، غادي نخليها لكم اسفل الفيديو. هنا السمك ضروري ما ترقوها، ما تخليوهاش غليظه لان غليظه ما تجيش زوينه. وغادي نبدا كنقطع العجينه ديالي من الجوانب بهذا الشكل، نشكلها بهذا الجرار اللي تيكون مسنن من الجوانب، كيعطينا واحد الشكل زوين لهاد الشباكيه. وانا غادي نجيب واحد القطعه ديال البلاستيك او كرتون اللي عندكم، شكلوا بها على قد ما بغيتوا الشباكيه قداش الحجم ديالها، وبداو كتقطعوا باش يجيكم كلشي قد بهذه الطريقه. بعد ما كنقطعها مربعات كنبدا كنخدم 4 ديال الشرائط في الوسط. كنقطع 4 ديال القطعات بهذا الشكل، 1 2 3 4، يعني 4 ديال القطعات اللي كنقطع العجين في الوسط. وغنبداو كنشبكوا الشباكيه ديالنا. الطريقه اللي غنحضر معكم اليوم الشباك العاديه اللي كنحضروها من زمان، واللي بغات طرق اخرى مبتكره سهله وبسيطه اللي ما كتعرفش تشبك غادي نخلي لكم روابط الفيديو اسفل الفيديو في صندوق الوصف. غادي اللي ما تدخلوا تشوفوا اكتشفوا ان حضرت معكم طرق جديده وسهله وبسيطه، خصوصا المبتدئات اللي ما كيعرفوش يشبكوا. هنا كيف شفتوا معايا الطريقه، راني كنحط 2 اشرطه على بعض، من بعد كنشد هذا الراس وهذا الراس كنضغط عليهم وكنخرجها من الوسط وكنضغط عليها من الجوانب. نحاول نعاود معكم عده مرات باش يكون واضح جيدا بالنسبه للتشباك. وهنا راه ما بغيتش نزرب الفيديو باش يكون واضح معكم جيدا. دائما كناخذ 2 شرائط كنحطهم على بعض، كل شريط كنحطو على الاخر كيف شفتوا معايا. وهادو اللي تيبقاو ليا كناخذ داك الراس ديال العجين وكنسد عليه مع الراس الاخر وكنخرجو من الوسط. انا غنعاود معكم على القرب باش يكون واضح معكم جيدا. دائما كناخذوا هنا كيف شفتوا معايا قطعه العجين ل 4 اشرطه، كناخذ 2 اشرطه كنحط واحد فوق واحد، وكيتبقاو ليا هاد الواحد كنسد ديك الراس مع الراس ديال العجين وكنخرجهم من الوسط بهذا الشكل. من بعد كنضغط على الجوانب، وها هي الشباكيه ديالي تشبكات بهذه الطريقه. بعد ما كنكمل التشباك ديال الشباكيه ديالي كلها كنحطهم في لاطه او اي حاجه بلاطو، تنخليهم يباتوا ليله كامله. كنغطي لهم غير بواحد المنديل رقيق وكنخليهم كينشفوا. ضروري الشباكيه ديالنا ما تنشف بهذا الشكل كيف شفتوا معايا كتعود صلبه. انا خليتها ليله كامله ومن بعد غادي ندوزو باش نقليوها. هنا خديت الزيت في مقلاة وخديت العسل. بالنسبه للعسل غنخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو اللي بغات تحضروا، راه حضرته معاكم. وهنايا غادي نحتاج واحد الكسكاس او مصفاه باش كنصفي الشباكيه ديالي من العسل. هنا طريقه القلي عفوا، من بعد ما كيسخن عندي الزيت وما يخلوش يسخن اكثر من اللازم. ضروري انكم تضيفوا النار تكون متوسطه، غير كتحسوا به سخن ما تخلوش حتى كيتحرق. كنرمي الشباكيه ديالي على هذا الشكل. حاولوا انكم تردوا البال من الزيت لانه كيسخن بزاف. الا لقيتوه كيسخن بزاف نقصوا النار او لا حيدوه، زولوا ديك الكاسرون فوق النار، غير كتحسي بها شويه مشات ديك الحراره اللي مجهده ورجعوا النار وكملوا الطياب ديالكم باش ما كتلهبش لكم الشباكيه ديالكم او تحرق. ضروري ما تكون النار متوسطه باش كطيب لينا على خاطرها وتاخذ هذا اللون الذهبي. حاولوا انكم ما تطيبوهاش بزاف في الزيت لانه ملي كنطفيوها في العسل كتزيد تكمل طيابها، يعني كيزيد يغمق لها اللون ديالها بعد ما كندخلوها في العسل. حاولوا انكم تقليوها وخليو داك اللون ذهبي فاتح باش ملي تكمل طيابها في العسل يلا يجينا داك اللوين هو هذاك.
هنايا مباشره كنقلي القليه الاولى، كنحطها في العسل وكنخليها مرقده. بالنسبه لي انا راه حضرت 4 كيلو ديال العسل اولا 4 كيلو ديال السكر خدمت بها العسل. وكذلك الشباكيه حضرت معكم 2 كيلو ديال الدقيق. بالنسبه لكميه العسل 4 كيلو ديال السكر اللي حضرت من العسل او 4 كيلو راها كتكفي لكم هاد الشباكيه اللي حضرت معكم اليوم، او 2 كيلو ديال الدقيق يعني كتكفي. وكيشيط لكم شي حاجه تيبقى لكم شي حاجه ديال العسل، المهم راه غادا تكفيكم. وكيف شفتوا معايا ضروري ما نخلوه مرقد الشباكيه، نخليو الشباكيه ديالنا مرقده في العسل واحد المده ديال تقريبا 2 قليات اللي كندير، عاد كنزولها ونحطها في الكسكاس كتسخطر باش كتشرب لينا الشباكيه ديالنا العسل. انا بالنسبه للعسل ما سخنتوش، انا شويه درتو ما ثقيلش بزاف، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف، ضروري القوام ديال العسل مهم جدا. وكذلك هنايا مباشره من الزيت كنطفيو العسل، نطفيو الشباكيه ديالنا في العسل حتى كنسمعوا ديك التشنشينه. هذا هو السر باش كتشرب لينا العسل. حاولوا انكم تطفيو الشباكيه ديالكم في العسل وهي سخونه من المقله العسل. انا غادي نصفيها ونحطها في الكسكاس، كنزينها بشويه ديال الزنجلان اللي شديته وحمرته. ممكن تضيفوا رقائق اللوز او اللوز كونكاسي اللي بغيتو. هنا بعد ما كملت الشباكيه ديالي قدمتها معكم بالصحه والراحه. الكميه اللي عطاتني كميه كثيره كيف شفتوا معايا، ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها كيف ما جربتوا بزاف ديال الوصفات اللي كنشارك معكم. كذلك بغيت نسولكم يعني من ضمن الوصفات اللي كتحتاجوا في رمضان خليوها لي في الكومونتير، اولا غادي نحط لكم بوست وغادي تخليو لي اشنو بغيتو نحضر معكم في هذا رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وهنايا غادي نوريكم الشباكيه كيف كتجي، راها كتجي مجعبه وشاربه العسل ومعلكه وهشيشه ورائعه جدا، تستحق منكم التجربه. انا راه كانت الكاميرا شويه مضباينه ما عطاتهاش حقها، ولكن راها كتجي خطيره. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. تخلوا لي لايك قبل ما تخرجوا، وغادي نضرب لكم فيديو موعد الى فيديو قادم. السلام عليكم.